السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر دانيال. في المدخل إلى سفر دانيال للآباء اليسوعيين صفحة 1845 يقول النص: فالكاتب قد اقتبس من مجموعة روايات تقليدية. فالكاتب قد اقتبس من مجموعة روايات تقليدية اتخذ بعضها صيغة أدبية معينة، في حين أن بعضها الآخر كان من التقليد الشفهي. انتهى كلام المدخل إلى سفر دانيال للآباء اليسوعيين. يعني الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الكاتب كان بينقل من مجموعة قصص لها نفس الفكر ولها نفس الاتجاه، وبعض الكتابة اللي موجودة في سفر دانيال سماحة شفهية، كانت قصص شفهية، يبقى الموضوع كله كان نقل في نقل، وهو كان بينقل مجموعة من القصص مش أكتر من كده. ولا في شيء اسمه إلهام، ولا في شيء اسمه روح قدس، ولا أي شيء أبدا يدل على أن هذا الكلام كلام الله. ومع ذلك النصارى بتتعبد بهذا السفر المسمى سفر دانيال. إن شاء الله يكون الأمر واضح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.